سعر المتر هنا 7000 وهنا 8000 وهناك 10000. مين اللي حد الاسعار دي؟ وازاي انت تقدر تشتري حاجه لا انت عارف تكلفتها كام ولا اللي باعها لك كسب فيك كام؟ انا هنا عشان احاول اعلمكم ازاي تعرفوا تكلفه الشقه او المحل مش سعره. هات البرج او العماره اللي فيه المحل واعرف لي مساحته واكتبه في ورقه. اعرف عدد الادوار اللي موجوده في العماره واكتبها. متوسط تكلفه المتر الواحد باسعار النهارده 1000 جنيه، وده شامل تشطيب الواجهات الخارجيه والمداخل والاسانسيرات والتراخيص وخلافه، بدون تشطيب الوحدات من الداخل، وده تسليم 90% من الشركات والمستثمرين النهارده. تستلم شقتك وتشطبها بمعرفتك. هات بقى الثلاث ارقام دول واضربهم في بعض، والرقم اللي هيطلع لك ده تكلفه المبنى. اسال على سعر متر الارض في الشارع واضربه في مساحه الارض، والرقم اللي هيطلع لك ده سعر الارض النهارده. اجمع الارقام دي كلها مع بعض وكده انت طلعت لك التكلفه الكامله للمشروع. هنحتاج ورقه وقلم واكتب اللي هقول لك عليه دلوقتي. انتوا عارفين بقى لو صاحب نفس المشروع باع المتر ب 5000 جنيه هيبقى مكسبه 9 مليون جنيه؟ هتقل النسبه دي طبعا لو كان في مدينه جديده زي التجمع او اكتوبر علشان مفيش محلات تجاريه، بس هتفضل نفس النسبه اللي حضرتك ما تعرفهاش اللي بيعوضها يا اما في نسبه المنافع المبالغ فيها او في سعر متر الشقه. احنا هنا عشان حاجه واحده بس، نعلمك ازاي تحدد تكلفه الشقه بغض النظر عن رضاك وقوانين العرض والطلب. احنا هنا عشان نقول لك ان نقص معلوماتك بالمجال العقاري ده راس مال ناس كتير شغاله في المجال بيستفيدوا منه اقصى استفاده. احنا هنا عشان نقول لك ان لو الشقه متكلفه 10 جنيه فاللي بيبيعها ب 12 و13 ده مكسب طبيعي وربنا يبارك لهم فيه. اما بقى اللي بيبيعوها ب 20 جنيه انت رايك ايه؟